الواحد عارف بالله صاحب أنس بالله، ليش يجالس الناس؟ قال مشان يدخل في دوائر المحبة في الله ونفع العباد. وإن كان الأولياء الكبار ما يشهدون أنهم ينفعون الناس، بل يشهدون أنهم يستفيدون من الناس، وهذا تقرب إلى الله تعالى. ما يشهد لنفسه فضل بحيث أنه أنا أنفع الناس، ما يشعر بهذا. إذا شعرت أنك تتفضل على الناس وأنك تنفع الناس وأنك أحسن من الناس، دخلت في الكبر والعجب وضاعت الفائدة عليك. أما المريد الصادق هذا أنا أحبه لأن محبته تقربنا إلى الله، يساعدنا في تعلمي وفي مجالسته، تزيد همتي ويرغبنا في الآخرة ويبعدنا من الشر وأهله ويعاتبنا ويربينا وينبهنا. هذا من أعظم ما يحب لله وفي الله. في الحديث الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. ولو أن إنسانا عبد الله 70 سنة بين الركن والمقام ثم مات لم يحشره الله إلا مع من كان يحب في الدنيا. قال صلي لما تشبع، قلبك مولع بمن، خاطرك ملتفت إلى من، هذا الذي بيأثر على باطنك.